النهارده هقول لك ازاي المشاريع اللي بتتباع بالدلايل والبراهين. نزلنا النهارده نعمل محتوى المشروع سولي كوست في الساحل الشمالي في الكيلو 82 من غير زحمه وشو كبير. احنا كنا 4 افراد بس، ومعانا درون وكاميرا بروفيشنال وايفون، كلها ادوات قويه، بس الحقيقه لوحدها عمرها ما تكون كافيه. النهارده اي حد ممكن يمسك كاميرا، بس مش اي حد يعرف يصنع محتوى ويحكي قصه تربط الناس بيه وتوصل لهم بشكل ايجابي، وبالتالي تحقق مبيعات قويه. وده اللي احنا بنعمله في كل مشروع بنشتغل عليه. خلي نيتك دايما انك تحكي المشروع مش تبيعه، لان البيع نتيجه نهائيه هتوصل لها بشكل طبيعي لو حكيت القصه صح. وده رجب وهو عامل قلبان بالدرون في الموقع. قصتك لازم تخلق مشاعر رغبه جوه العميل، تخلي السعر بالنسبه له اخر حاجه يفكر فيها. اللي صورناه النهارده هو الفرق بين انك تعرض مشروع وانك تبني رغبه جوه العميل انه يمتلك، والفرق ده هو اللي بيجي. ولو بتسال فين الدليل، فخليني اقول لك ان سولي كوست اتباع منه المرحله الاولى والثانيه بالكامل، والنهارده بيفتحوا حجز للمرحله الثالثه، وكل ده بفضل ربنا وبفضل تيم السيلز القوي في سولي كوست، وبفضل القصه اللي قدرنا نحكيها صح. وانت اللي بتختار تخلي مشروعك مجرد بوست وسط الزحمه، ولا تخليه قصه الناس تشاركها وتتفاعل معاها وتروح تحجز عشانها.